في بنت انشهرت على التيك توك بشكل مو طبيعي، وهي بس نشرت فيديو واحد وبعدها اختفت. يعني انتم متخيلين من فيديو واحد هي انشهرت؟ فاغلبكم اظن بيعرف هاي البنت، فبهذا الفيديو راح نشوف مين هاي البنت ووين اختفت وهي رجعت. يعني اغلبكم شاف انه هي رجعت، فراح نشوف مع بعض فيديوهات البنت وشو صار معاها مثل ما هي شرحت. فبدون ما نطول مقدمة كتير، خلينا نبلش بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس واي بي از باك. رجعنا لكم يا جماعة الخير فيديو جديد، فيديو راح نحكي فيه عن بنت ما بعرف شو اسمها، بس هي يعني انشهرت بانه تضحكي وتدوري. هي الغنية تبع تضحكي وتدوري. اما هي البنت نفسها شو اسمها والله ما بعرف. انا بصراحة انا بعرف انه هذا الترند شوي قديم، يعني البنت صار لها فترة معروفة. ليش هلا عم اعمل عليها فيديو؟ انا بصراحة كنت راح صور هذا الفيديو، بصراحة كانت خاطرت لي الفكرة من شي 3 ايام 4 ايام، بس كنت يعني مثل عادي عم بتعاجز اني اصور. المهم مثل ما قلت لكم بدايه الفيديو، طلعت الفيديو الثاني من بعد الفيديو اللي شهره، وصارت تبرر وتحكي للعالم وين اختفت، لانه هي اصلا انشهرت انه اختفت. يعني كل العالم صارت تسال وين البنت وين البنت، ومشان على الاساس هي انشهرت. فهلا راح نورجيكم فيديوهات البنت ونشوف وين راحت البنت وين اختفت وشو صار معاها وليش اصلا راحت اختفت. بس قبل ما يبدا المقطع، اللي مو حاط لايك يحط لايك، نوصل هذا الفيديو اكثر من 5000 لايك. واللي مو مشترك كمان بالقناه خليه يشترك، ما ضل شيء لحتى نوصل ل 200000 مشترك. واللي مو مفعل زر الجرس كمان يفعل زر الجرس مشان كمان يشوف فيديو يوصلكم اشعار جديد. وبس هلا خلينا نبلش بالفيديو. طبعا هلا راح نشوف الفيديو الاول اللي هو الشهرة. اصلا راح نشوف الفيديو كامل، بس انا بصراحة يعني مين عرف البنت وليش انشهرت وما بعرف. لا شو ما بعرف، ما انا عم بحكي بدي اشرح للعالم. فهلا راح نشوف اول فيديو نشرته البنت. الفيديو هذا اللي هو شهرة اصلا راح نشوفه كلياته مع بعض. يلا غني. تضحكي وتدوري. ماشي. تضحكي وتدوري، بصلي وتشوفي احساسي مكتوم في عكس اسلوبي، بكلامي الكون مني كتير بنفوق، عمري في لحظة بيفوق، وقاعدة حبي ممنوع يوزع. يعني انا بصراحة ما بعرف يعني البنت اوكي صوتها مو حلو، يعني حلو شوي. يعني مو حلو، بس يعني ليش لحتى تنشهر لهالدرجة؟ يعني صوت البنت جدا عادي، يعني اوكي، يعني هي البحة اصلا مو مبينة بالمرة. يعني لا تقولوا لي على هالاساس انشهرت البنت. وحرفيا هي البنت انشهرت اكثر من الغنية الاصلية. اللي عنده تيك توك وانستا بيتذكر بهي الفترة لما انشهرت البنت، الغنية طرشت بالتطبيقين كله. يعني حرفيا وين ما تفتل بالتطبيق بتلاقي هاي الغنية طالعة قدامك. يعني شهرت الغنية بشكل مو طبيعي. وانتشر لها كمان فيديوهات مثل ما اللي شايف على التيك توك، فيديو وهي مو لابسة حجاب. ما بعرف اذا الفيديو قديم ولا هي ناشريته ولا هي اصلا شالت الحجاب، والله ما بعرف صراحه. فانا تحفظا لهذا الشيء ما راح احط الفيديو كلياته. يعني ما بعرف اذا هي اللي ناشريته ولا اصلا العالم ناشرينه. العالم نكشوا شو اسمه تبعه، طلعوا كل شيء عنه. حرفيا اي معلومه بدك تعرفها هلا روح بحاس على البنت. البنت بتكون مو حاكيتها العالم، ما بعرف نجيب المعلومه تبعها. يعني العالم مو طبيعي قديش بحثوا على هالبنت. يعني اخر شيء البنت يعني عافت لي شو اسمه. طبعا هي بعد هذا الفيديو اللي ورجيتكم اياه اللي انشهرت بسببه، طلعت الفيديو صارت تبرر. وطلعت يا جماعه الخير كل هالاختفاء تبعها لا انه صاير معها شيء ولا حدا خاطفها ولا صاير اي شيء. طلع الموضوع بس من اهلها خايفين عليها من السوشيال ميديا وبعدوها عن السوشيال ميديا. بس يعني انتم شايفين العالم قديش بتحجم الموضوع وبتكبر الموضوع. واخر شيء البنت بس انه اهلها منعوها من التيك توك. يعني لا صاير معاها مثل ما كانوا عم يقولوا خطف، وما بعرف شو صار يحكوا على البنت كمان. وتخيلوا كمان البنت طلعت على العربيه، طلعت على الاخبار. يعني عاد ما ضربت البنت، عم لكم كثير ضربت. يعني اخر شيء حطوها بالعربيه وصار يحكوا عليها. خلينا نشوف الفيديو مع بعض ونشوف شو عم يحكوا. يعني بلكي بالعربيه كمان جايبين معلومات جديده عن البنت. في الويكند في فيديو لطفلة مصرية اسمها رقية. على قد ما هو يعني فيديو عفوي وبسيط، بس حقيقة يعني عمل جدل على السوشيال ميديا وفتح باب للتحليلات. الفيديو بتظهر فيه هذه الطفلة اللي قلنا انه اسمها رقية محمد، عمرها 15 سنة، وهي جالسة بتغني مع صديقتها أغنية تضحكي وتدوري. معنا ومعكم رؤية. يلا غني. تضحكي وتدوري. ماشي. تضحكي وتدوري، بصلي وتشوفي. الفيديو اللي شفتوه حرفيا غزا تيك توك وصار ترند، لكن مو هذا الشيء اللي أطلق التحليلات والجدل، وإنما غياب الطفلة عن ردود الفعل الإيجابية اللي صارت، واختفاء الفيديو واختفاء حسابها الأساسي. هذا هو اللي أثار التساؤلات والجدل. وهنا فجأة انتشر هاشتاج البنت اللي بتغني تضحكي وتدوري، واللي بيتضمن فيديوهات لناس جالسين بيحللوا بيتكلموا عن حقيقة غياب البنت وبيفكوا اللغز زي ما سموه. فشفنا اللي قال إنه أبوها ضربها. العالم يعني مثل ما حكت، العالم ما عم تفك اللغز، العالم عم تخترع شغلات.
يعني مثل ما عم تقول ابوها ضربها وقالوا انخطفت وقالوا ما في مشكله ما بتصير مع البشر ما حطوها بالبنت، مع انه البنت هن بيعرفوا انه اختفت بعد الفيديو، يعني ما في اي معلومه عن البنت اصلا. فالناس ما في شيء وراها غير انه تطلع اشاعات وتقعد تحكي على العالم، واصلا العالم ما بيعرفون ومين هن وين عايشين، ما بيعرفوا، المهم بدهم يحكوا مشان المشاهدات يعني. والبنت تبارك الرحمن يمكن اكثر بنت على التيك توك عندها حسابات، حرفيا ما في يمكن شي مليون حساب كلهم كاتبين انه انا البنت الاصليه، وتقعد تدور مين البنت الاصليه بيناتهم. واجبرها على حذف الفيديو، وشفنا اللي طلع لليفل اعلى وبداوا يعملوا صور مفبركه لرقيه وهي في المستشفى بين الحياه والموت وانها ماتت، وبيقولوا انه الخبر مؤكد حتى. لكن بعد ساعات من الجدل طلعت رقيه ونفت كل الاشاعات والتحليلات المتداوله، وقالت انه كل اللي صار انه ابوها طلب منها حذف الفيديو من باب الخوف الابوي، يعني مو لشيء ثاني ابدا. أنا يا محمد، أنا اللي كنت بغني أغنية تضحكي وتدوري. أحب أطمنكم إن أنا كويسة وبخير، ومش زي ما انتوا بتقولوا إن بابا ضربني ولا توفيت ولا رحت المستشفى ولا أي حاجة. أنا كويسة زي ما انتوا شايفين، وكل اللي حصل دوت بس عشان أهلي كانوا خايفين عليا مش أكتر. وبابا قال لي أنا وصاحبتي إن صاحبتي تمسح الفيديو وبس وخلاص. بس أنا ما كنتش أعرف إن الفيديو هيتشهر وهيحصل كل ده، وأنا وعدكم إن أنا هبقى أبعت لكم انزل لكم الفيديو الاصلي. سلام. وعشان نكون شفافين، يعني صحيح انه في ناس صارت يعني بس هي القصه يعني ما بعرف يعني شو التعظيم بالبنت، ما بعرف، هي القصه. بس البنت نشرت فيديو على التيك توك كأي بنت ماسكه جوال ونشرت فيديو على التيك توك، بعدين اهلها اخذوا الجوال تبعها ومسحوا الفيديو تبعها. يعني بس لك طلعوا صور مثل ما بتشوفوا عم تقول المذيعه، طلعوا صور انه هي بالمستشفى. يا زلمه العالم ما بتخافوا من رب العالمين انتو؟ لك ما بتخافوا من الله؟ عم تطلعوا اشاعات على العالم. تحلل وتروي قصص عن حقيقة غياب رقية وإيش اللي صار فيها بعد الفيديو. بس في كمان كثير ناس على الجانب الثاني كانوا بيطالبوا بترك أسرتها في حالها وترك رقية كمان عشان تتفرغ لدراستها وحياتها بعيدا عن السوشيال ميديا. وكانت طلعت رقية في فيديو من ساعات، وزي ما وعدت الناس أعلنت عن حسابها الجديد اللي شفناه بيتضمن حتى الفيديو المحذوف اللي صار عليه الجدل وعدد كمان من الفيديوهات الأخرى. حتى العربية كمان ناشرين حسابها، انه مو طبيعي قديش في عالم عاملين الحساب. لك حتى فوت على اي فيديو إلها بتلاقي كل التعليقات انه انا الحساب الاصلي، انا الحساب الاصلي. ليش العالم تركض لهالدرجة ورا المشاهدات؟ انا ما بعرف. في فيديو تاني كمان لقيته لها، خلينا نشوفه مع بعض ونشوف شو قاعدة عم تحكي البنت. اظن هن الفيديوهات تبع السوشيال ميديا كلياتهم ما بيطلعوا يمكن فيديوهين 3 فيديوهات، ان شاء الله يعني ما يصير موضوع ينجلق يعني بكره تحلب ام الموضوع. يا جماعه عاملين ايه؟ انا يا محمد، انا اللي كنت اصور الفيديو انا وصاحبتي، انا اللي كنت بغني. صاحبتي نزلته كترفيه مش اكتر. والموضوع كله ان انا اصلا ما كنتش متخيل ان انا هتشهر لدرجه الملايين ولدرجه ان الناس تصمم عليه والناس تفضل تتكلم وتحكي عليا. انا بس انا كويسه الحمد لله، وكل اللي كانوا عمالين يقولوا ان انا في المستشفى كده، لا انا الحمد لله كويسه زي ما انتم شايفين. وكل يعني كل الموضوع ان اهلي خايفين عليا، وانا لسه صغيره عامه. ويعني بابا ولا ضربني ولا عمل اي حاجه، بابا زعق بس وقال لي الفيديو شو هذا؟ يعني نفس الفيديو هذاك بس انه طالع فيديوهين عم تبرري. ما بعرف يعني، ما بعرف وين شو الفيديو، شو مغزى الفيديو هذا؟ اذا انت طالعه بفيديو من قبل عم تحكي وعم تطلع تبرري، وهذاك الفيديو يعني انه تصوير ليش يعني ليش طالعه بفيديوهين انت؟ اوكي رح نكمل فيديو، بلكي في حكي رح تحكي ما بعرف، خلينا نكمل الفيديو. عاتبني واهلي عدوني وقالوا لي لا ما ينفعش انت تعملي كده. وانا اصلا ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل. وانا بشكر كل اللي كانوا بيشجعوني وكانوا بيدافعوا عني او كانوا بيقولوا يعني اسباب وحاجات زي كده. وانا بس عايزه محدش يقول كلام ما حصلش، لاني كل ده يعني ما حصلش وانا كويسه، واهلي ما انفصلوش، وكلهم كانوا خايفين عليا وبس يعني مش اكتر. طب وانتي بقى غنيتي اغنيه ايه؟ تضحكي وتدوري، بصلي وتشوفي احساسي مكتوب. شو السر تبع هاي عكفة الراس يعني؟ والله البنت هلا حياتها
خالص من بعد ذاك الفيديو انسى حياتنا للبنت. بلشنا بعاكفة الراس هلا انه على اساس انه نفس الترند نفس الفيديو نفس الحركة. يعني انتوا شفتوا كمان العالم مطلعين عليها اشاعة انه اهلها منفصلين، يعني يخرب بيت العالم يا زلمة، لك عرفوا بمشاكل البيت نفسه. يعني العالم الانسان انسان، اي انسان طبيعي. هلا اذا انت انسان عم تابع هذا الفيديو وانت انسان تعطي اشاعات، انت ما بتخاف من رب العالمين يا زلمه؟ لك شلون عم تحكي شيء عن شخص انت ما بتعرف عنه شيء؟ معقول في عالم لهالدرجه بس انه بتركض ورا المشاهدات؟ لك والمشكله المشاهدات على التيك توك لك ما فيها مصاري، يعني شو بيستفاد الواحد؟ يعني هلا انت عندك فيديو مع التيك توك عليه 10 مليون لايك، شو بتستفاد؟ ما بتستفاد شيء. ولا تقول لي انه بنشير لانه انت اصلا ناشر فيديو مو لك، يعني ما راح تنشهر. يعني شو الفائده انه الشخص ينشر فيديو لشخص ثاني عنده بالصفحه والفيديو يضرب والفيديو اصلا ما بيجيب مصاري؟ يعني انت شو بتستفاد لما تطلع تكذب؟ يعني طلعوا عليها اشاعه انه اهلها انفصلوا، وبعدين انه هي ماتت، بعدين انه قتلوها اهلها، وبعدين انه انخطفت. ما ضل قصة ما طلعوها على البنت، ولسه في قصص يعني ما فيني احكيهم بالفيديو، بس لسه في شغلات مطلعينها كمان على البنت. يعني والله العظيم الله يستر العالم. بس يعني ما اللي عم يطلع على الشغلات؟ ما عندك اخت انت؟ ما عندك ام يا زلمه؟ لك حتى لو هذا الشيء اصلا صاير مع البنت لك ما بينحكى يا زلمه. اهلها انفصلوا وانخطبت وانخطفت شو هاد؟ خافوا والله يا زلمه، خافوا والله. فبس يا جماعه الخير لهون بيكون صنع الفيديو. اذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لايك واكتبوا لنا رايكم بالتعليقات عن البنت. يعني انتم لما شفتوا اول مره شفتوا فيها البنت شو حكيتوا؟ هل كمان صرتوا كمان طلعوا اشاعه وصدقتوا الاشاعات؟ انا بصراحه من نفسي والله الترند كلياته يعني اوكي طلعت لي بنت مره مرتين على الفوريو وما كنت مهتم كثير للموضوع. يعني اصلا فيديوهات البنت كانت تطلع لي بس على الاديت تبع الطابع، يعني ما انه كان تطلع القصه تبع البنت وشو صار مع البنت، بس انه كان تطلع اديت على الطابع على صوت البنت. يعني فاكتبوا لنا انتم رايكم بالتعليقات شو حكيتوا عن البنت. هل طلعتوا إشاعة ولا استنيت البنت تنشر فيديو؟ وكمان اللي مو مشترك بالقناة اشترك بالقناة، ما ضل شيء لحتى نوصل لل 200 ألف مشترك. وهي نزلت لكم فيديو يعني شوي عم بتحسن بالسرعة لحتى هيك ان شاء الله نظبط اكثر القناة. فكمان اللي مو مفعل زر الجرس يفعل زر الجرس، لانه يمكن باي يوم باي لحظة ننزل فيها فيديو. يعني ما في ايام محددة مثل ما بتعرفوا اخر فترة القناة كثير فايتة ببعض، فانه فعلوا زر الجرس مشان كل ما انشر فيديو يوصلكم اشعار جديد. وكمان اللي مو متابعني على الانستا يعني روحوا يتابعني، هلا رح احكي لكم هاي الكلمة اللي بحكيها بكل فيديو، بس انه على الانستا في جروب هنيك انا كل ما انشر فيديو بحطه بالجروب مشان يعني للعالم اللي ما بتوصلها اشعار من اليوتيوب. وحساباتي كمان بتوصل الجماعة رح تلاقوها بالوصف. اي فكرة بتحبوا انه نشوفها، اي فيديو بتحبوا انه يعمل عليه ردة فعل ابعتوا لي اياها على الانستا وعلى التيك توك، او اذا عندكم افكار جديده او افكار غريبه حابين نعمل عليها ردة فعل ابعتوا لي كمان كان على الانستا وعلى التيك توك. بس اعملوا لي منشن، يعني اعملوا لي منشن للفيديوهات لا حدا يروح يبعث لي بالخاص، لانه يا جماعه الخير بالخاص ما عم بقدر اشوف فيه كتير رسائل. فاذا عندكم فيديو بدكم يعني اعمل عليه ردة فعل حطوا لي منشن، يعني حطوا اسمي بالتعليقات، لا تبعتوا لي الفيديو كريلز او كفيديو على التيك توك. وبس يا جماعه الخير دمتم مدام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.